بعيدا عن انشيلوتي، بعض لاعبي ريال مدريد كانوا سبب رئيسي بضياع لقب كاس الملك امام برشلونه، دمروا الفريق حرفيا. نبدا برودريجو، اللي انا برايي هذا اللاعب ما عاد له مكان في ريال مدريد. انا تعبت من مزاجيه هذا اللاعب، جدا كارثي. 22 مباراه من دون ما يسجل ولا هدف، والمصيبه انه بكل مباراه بنشوفه اساسي في هجوم الفريق. طبعا رودريجو طوال الشوط الاول ما بذل اي مجهود حرفيا، لا بالهجوم ولا بالدفاع، وبلقطه هدف بيدري تارك اللاعب من دون اي مراقبه وضغط، وكان عم يتمشى. وفينيسيوس اللي والله كان قادر يساهم بهدفين ثلاث على الاقل في هذه المباراه، ولكن الى متى راح يظل بهذا الاستهتار، بهذه العقليه وبهذه القرارات العشوائيه؟ واحد الامثله في هذه الهجمه كان بامكانه يمرر لمبابي او لاردا جولير في المساحه، ولكن قرر انه يسدد. وابراهيم دياز، واللي بزعل اكثر انه هو دائما بيكون سبب بصناعه الفارق لريال مدريد لما بينزل من الدكه، ولكن هالمره كان سبب رئيسي بخساره ريال مدريد اللقب. ابراهيم كان المفروض يكون شاعل من نشاط لانه نازل من الدكه جديد، ولكن بالاخير بنشوف بهدف برشلونه الثالث كوندي اللي اصلا مش موجود بالصوره بيوصل للكره قبله. يعني كنت عم ترجع ليش يا رجل؟ ما في مشكله، ولكن هجمتين محققه للتسجيل لريال مدريد تعامل معهم بطريقه جدا سيئه. اردا جولير باللقطتين كان فاضي وما مرر له. انا ما زعلت من ابراهيم دياز اكثر ما زعلت من كورتوا، اللي دائما بينقذنا وحرفيا انقذنا كثير في هذه المباراه اصلا، ولكن بالاخير بيهدي برشلونه الهدف الثاني اللي كان نقطه التحول في المباراه بتصرف جدا غريب وطلع من مرماه ما بعرف ليش. وروديجر اللي بيعرف انه احنا حاليا ما عندنا ولا قلب دفاع ولسه منافسين على الدوري، بالاخير بينطرد بهذا الشكل الغريب، وممكن يغيب عن 4 الى 12 مباراه.